متخيلين نعمل الهوت دوج في البيت ويطلع معانا احلى من الجاهز؟ بعد النتيجه اللي شفتها دي استحاله اشتريه تاني من بره. هقول لكم كمان ازاي نعمله باللحمه من غير ما نستخدم لحمه. نص كيلو من صدور الفراخ يكون لسه فيها كده شويه تجميد، انعمها كويس قوي في الكبه واضيف عليها 2 بيضه، واضيف كمان معلقه من الفلفل الاحمر الحلو فرمته ناعم جدا وصفيت منه اي ميه، فصين من الثوم مفروم ناعم جدا. بعد كده زودت 3 معالق كبار من النشا، وجبت رغيف ونص من الفينو، قشرت كده القشره اللي من عليه من بره وخدت القلب بتاعه. نركز بقى في البهارات اللي هتديكوا طعم الهوت دوج بالظبط ومش هتصدقي جماله. معلقه صغيره من الملح والبابريكا المدخنه والمرقه الصحيه، وكمان معلقه صغيره من البصل البودر والثوم البودر، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وربع معلقه صغيره من الجنزبيل. دي بقى نص معلقه من بهارات السجق بتدي طعم حلو قوي لو تقدروا تحطوها. اخر حاجه ربع معلقه صغيره من السكر، ودي تركه حلوه جدا بتوديه في حته تانية خالص. نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. اخر حاجه معايا المكون اللي هيديه طعم اللحمه، الديمي جلاس، اكياس كده ناخد منها معلقه صغيره. نرجع بقى نفرم تاني كويس قوي كله مع بعضه لحد ما تبقى عجينه ناعمه. بعد كده زودت 3 معالق كبار من الزيت وحطيت كمان لون غذائي احمر. كده جاهزه معانا، نبتدي بقى نشكلها. بفرد كيس تلاجة امسحه مسحه كده من الزيت، وامسح ايدي كمان كويس بالزيت. اخد بقى قطعه كده على قد ما انا عايزه الحجم، اصبعها كده بين ايديا، وبعد كده بحطها على الكيس كده واقفل الكيس عليها، وبسكرابر او ظهر سكينه ازق الصباع كده بايدي، والايد التانية تكون بتسحب طرف الكيس عشان كده يتشكل معانا صباع متماسك ومظبوط ومفهوش اي فراغات. حلة على النار نصها ميه بتغلي، احط عليها صينيه ادهنها كويس بالزيت، ورص صوابع الهوت دوج اغطي عليها. اول ما تتشمع كده وتمسك نفسها اقلبها على الناحيه التانية، بالكتير نص ساعه كده وهيكون استوى معاكم. احتفظ بيه بقى في الفريزر وتطلعوه وقت ما تحبوا لاي وصفه انتوا عايزينها. قوامه خطير وناعم ومتماسك، وريحته بجد كانت تحفه. اما طعمه بقى لازم تجربوه وترجعوا تقولوا لي رايكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه لو مش مشتركين، وتحطوا لايك للفيديو لو عجبكم، واستنوني في وصفات جديده ان شاء الله.